بينما كان حاكم الجزائر حسان باشا ابن خير الدين بربروسا يسعى لتحرير مدينة وهران وطرد الإسبان منها سنة 1550 للميلاد، قام أحد سلاطين المغرب بعمل خسيس عطل به هذا المشروع. من هو هذا الخائن؟ وما هو العمل الذي قام به؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة. بعد أن تم احتلال عدة مدن مغاربية من طرف الإسبان والبرتغال، خصوصا عقب سقوط الأندلس سنة 1492 للميلاد، قيض الله سبحانه وتعالى للجزائر الإخوة بربروسا خير الدين وعروش، اللذين هبوا لنجدة الجزائر واستجابوا لنداء أهلها. في سنة 1550 استطاع حاكم الجزائر حسان بن خير الدين أن يكبد الإسبان هزيمة فادحة، وذلك في مستغانم. هذه الهزيمة جعلتهم يجرون أذيال الخيبة ويحتمون بحصونهم في وهران. وبعد هروب الماركيز إلى وهران تحصن داخل أسوار المدينة وبدأ يترقب هجوم الجزائريين. وفعلا حسان بن خير الدين بدأ يجهز نفسه من أجل تحرير مدينة وهران، وقال أن الفرصة باتت سانحة، وقد أعد جيشا قويا لتحرير المدينة. كان الجيش مكونا من الفرسان العرب وزواوة والجيش الإنكشاري وبعض الأندلسيين. ولكن حدث أمر طارئ غير كل شيء. حسان بن خير الدين بلغته أخبار عن احتلال جيش السلطان المغربي محمد الشيخ سعدي لتلمسان. وهنا يجب أن نتحدث ولو باختصار عن الدولة السعدية. الدولة السعدية تأسست سنة 1549، وذلك بعد أن دخل محمد الشيخ سعدي إلى فاس وقضى على حكم الوطاسيين. مع العلم فإن الوطاسيين كانوا على وفاق مع الخلافة العثمانية وأيضا مع حكام الجزائر، وقد بايع متأخروهم للخليفة العثماني وخطبوا باسمه في المنابر. ففي الوقت اللي كان فيه الجزائريين وحكام الجزائر يقاتلون الإسبان ويطردونهم من سواحل المغرب والجزائر وتونس، الوطاسيين أيضا كانوا في فاس يقاتلون البرتغاليين، وذلك لأجل تخليص المدن المغربية. بعدما قضى محمد الشيخ سعدي على بني وطاس، كان المنتظر منه أن يستمر في سياستهم ويحارب البرتغاليين ويطردهم من السواحل المغربية، وذلك مثل سبتة ومليليا والقصر الصغير وأنفا والصويرة. لكن بدل أن يحرر هذا السلطان سواحل المغرب الأقصى، بادر إلى إرسال ولده الحرضان مع جيش كبير إلى تلمسان، وهذا يعني ما تؤكده كل المصادر التاريخية وبالأخص المغربية كنزهة الحادي والاستقصاء وغيرها. ودخل الجيش السعدي تلمسان بطريقة غادرة، وهنا الجيش المغربي ظن أن الخطوة الموالية هي مدينة وهران التي لا تبعد كثيرا عن تلمسان. لكن يخبرنا المؤرخ ديغو دي طوريس في كتابه تاريخ أخبار الشرفاء، وهو أحد الذين اشتركوا في الموقعة، كيف أن محمد الشيخ سعدي أرسل إلى ابنه في تلمسان يحذره من قتال الإسبان في وهران، وذلك كي لا يغضب الإمبراطور الإسباني، وأمره أن يتقدم نحو شرق الجزائر. وفعلا تقدم الجيش السعدي من تلمسان إلى مستغانم فاحتلها، ومنها سار إلى وادي شلف، وهنا خرج له الجزائريون بقيادة حسن بن خير الدين، ووقعت معركة شديدة قتل خلالها ثلث أرباع الجيش السعدي، ولك أن تتخيل، وقتل عبد القادر السعدي ابن محمد الشيخ سعدي في المعركة. فتخيلوا هذا الجيش الذي استعمل لقتال الجزائريين لو اتحد مع جيش حاكم الجزائر، كيف كان التاريخ سيكتب مسارا آخر. ولكن صدقوني وخذوها قاعدة، مقارعة الكفار هو شرف لا يفعله الأنذال. وبسبب هذا العمل الجبان والطائش من الجيش السعدي تعطل تحرير مدينة وهران، وتنفست الحامية الإسبانية بالمدينة الصعداء، وتمكن الماركيز من استجماع قواه بعد أن كان على وشك الانهيار. والسؤال هنا، هل كان هناك اتفاق مسبق بين الملك محمد الشيخ سعدي وملك إسبانيا لأجل تخفيف الضغط عن وهران؟ صراحة من خلال هذا العمل لا يمكن الجزم بذلك، ولكن في الحلقة القادمة سنكتشف مراسلات تمت بين هذا السلطان محمد الشيخ وملك إسبانيا عن طريق حاكم وهران، تقضي هذه المراسلات بماذا؟ بالتحالف ضد الجزائر. لذلك لا نستبعد أن يكون احتلال محمد الشيخ سعدي لتلمسان واعتدائه على الجزائر
جرى أيضا باتفاق غير معلن. ومنذ هذا التاريخ ستبدأ سلسلة علاقات متدهورة بين حكام الجزائر وسلاطين الدولة السعدية، ومن بعدها الدولة العلوية في المغرب الأقصى. وبهذا نكون قد تحدثنا عن خيانة السلطان محمد الشيخ السعدي للجزائر. ويا تاريخ سجل، والله لا يهدي كيد الخائنين.